السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل مع بعض الدنش بأبسط وأسهل طريقة بعجينة رهيبة جدا، وهقول لكم التكات والمعلومات اللي هتفيدك ان شاء الله في الوصفة بتاعت النهاردة، وهقول لكم كمان المقادير بكل دقة عشان تعمليها صح وتطلع ناجحة معاكي. تابعيني الفيديو لحد الاخر عشان تشوفي وصفتنا النهاردة. اول حاجة معايا 4 كوبايات من الدقيق المنخول، معاها كيس من الخميرة الفورية، ومعلقتين كبار من السكر الحبيبات، ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر، وفي النهاية حطيت رشة من الملح. بعد ما حطيت المكونات الجافة كلها بدأت ان انا اقلبها كويس قوي، وبعد كده حطيت هنا هحط معلقتين كبار من الزيت. بعد ما حطيت الزيت هنا ببدأ ان انا هجيب بيضاية كاملة. البيضة ديت انا هفصل البياض عن الصفار، هاخد البياض في قلب الدقيق والصفار هحطه في شوية اللبن الصغيرين دولت، هسيبهم للعجينة هدهن بيها العجينة من على الوش. هنا معايا كوباية من الحليب السائل، هحطه في قلب الدقيق شوية شوية كده، وهعجن بيه الدقيق. مش هحط اللبن مرة واحدة، احطه على حسب الدقيق ما يحتاج. وهبدأ ان انا هعجن كويس قوي، وطبعا حطيت كوباية اللبن كلها، وبعد كده جبت كوباية من المية الدافية ان انا بعجن بيها العجينة لحد ما تلم معايا زي ما انتوا شايفين كده. وخدت منها نص كوباية بس من المية، يبقى حطيت كوباية من الحليب ونص كوباية من المية الدافية. والعجينة لازم تكون طرية كده زي ما انتوا شايفين وملمسها ناعم كده. وحطيتها كده في قلب الطبق، وبعد كده هجيب الاسترتش ان انا اغطيها بيه كويس قوي عشان ما تدخلهاش اي هوا، والعجينة تبقى ناجحة معايا وتبتدي ان هي تختمر براحتها. طبعا العجينة في الحر دوت ممكن ان هي تتخمر بأقل من ساعة كمان. ولو في الشتاء طبعا انتوا عارفين في الشتاء بتاخد وقت اكتر، لازم المكان اللي احنا نحطه لازم ندفيه قبل ما نحط العجينة، وهسيبها في مكان دافي. وبعد ساعة كده العجينة بدأت ان هي رفعت معايا كده، وهبتدي ان انا هشتغل في العجينة كده، رشيت رشة من الدقيق على الرخامة كده. وبعد كده هحط العجينة وهبتدي ان انا هبططها كده وافردها فرد يمين وشمال كده لحد ما تبقى سمكها بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. بعد ما انا فردتها كده هبتدي ان انا هجيب الزبدة. طبعا اي زبدة انت بتستخدميها بتحطيها في قلب العجينة اللي انت هتشتغلي بيها. وفردت الزبدة كويس قوي لحد ما حطيتها في قلب العجينة في كل مكان. وبالرول كده هبتدي ان انا اقطعها لاربع اجزاء كده، وهبتدي ان انا هتني العجينة كده فوق بعض كده الواحدة، واخلص واحدة واحط في التانية، واخلص التانية واحطها في التالتة كده واتنيها، واخلصها في قلب اخر واحدة الرابعة كده. وهبتدي ان انا اقفلها كويس قوي كده، وهلم العجينة كده وهبتدي ان انا احطها في كيس بلاستيك، وهبتدي ان انا ابططها كده واحطها في قلب التلاجة ترتاح. بعد ما حطيتها في التلاجة كده عشان الزبدة تجمد معايا، هبتدي ان انا هبططها كده تاني وهفردها مرة كمان عشان العجينة تتفرد معايا. ونخلي بالنا واحنا بنفردها ما نخليش الزبدة تخرج من قلب العجينة، عايزين الزبدة في قلب العجينة محطوطة من جوه. بعد ما انا فردتها كده هجيب اي نوع من المربى اللي انتي حباها. انا حطيت هنا مربى فراولة، ممكن ان انتي تحطي شوكولاته، ممكن تحطي اي حشوه انتي عايزاها بتحطيها في قلب الدنش. وهبتدي ان انا من الاطراف كده هبتدي اعملها زي السويس رول كده، وهبتدي اقفلها في الاخر، وهقطعها كده بالسكينه كده تقطيع كده متساوي. وهاخد كل واحده من الطرف كده هبتدي ان انا احطها من تحت، وهبططها من فوق كده عشان العجينه في قلب الفرن بتبتدي ان هي هتترفع معايا، لازم ابططها. بعد اما احط طرف العجينه كده من تحت لازم ابططها كده من فوق. العجينه ديت زي ما انتوا عارفين انا قسمتها لنصين،
العجينة اللي انا استخدمتها قسمتها لنصين، فردت واحدة وديت التانية. وبعد كده بعد ما انا عملتها زي الرول كده هبتدي برضو تاني ان انا اقطعها. اللي وصل معايا لحد هنا ما ينساش يعمل لايك واشتراك للقناة عشان يوصل لكم كل وصفاتي، ويا ريت تشيروا الفيديو لاصحابكم عشان يشوفوا الفيديو معاكم. هنا انا كده خلصت كده العجينة. العجينة بتاعت الدنش كده خلصتها، ودهنت الصينية مادة دهنية كده، وحطيت طبعا فاكرين البيض مع اللبن الاولاني اللي انا وريته لكم، هو دوت اللي انا هدهن بيه وش الدنش. وحطيته طبعا في الفرن في درجة حرارة 180 درجة. وطبعا كله ظهر الدنش من تحت اتحمر ومن فوق اتحمر كمان. ودهنته سقيته كده بشربات من فوق الوش، وحطيت عليه هنا رش عليه سكر بودرة. ممكن ان انتي الدنش دوت ممكن تحطي عليه كمان شوكولاتة، بيبقى حلو جدا. دوت على حسب اختيارك انتي، الحاجة اللي انتي حباها بتعمليها. طبعا الفيديو يا رب يكون عجبكم ان شاء الله، وفيديو سهل قوي والدنش حلو جدا والاولاد بيحبوه. وطبعا ممكن تعمليه في المدارس، المدارس على ابواب طبعا ممكن تعمليه الايام بتاعه المدارس ديت، وحلو جدا وهيعجبك ان شاء الله المقادير ديت. يا ريت اللي هيجرب الوصفه يكتب لي في الكومنت. وزي ما انتم شايفين الدنش طري جدا وحلو قوي، ووصفه سهله جدا. في النهايه اقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.